وكذلك بن دحمان وفريق شبيبة القبائل. المباراة تنطلق في هذه اللحظات، وأول كرة لحكم الدان مباشرة لفوزي موسوني على الجهة اليسرى تحت تصفيقات جمهور كبير وكبير جدا جاء لمساندة فريق شبيبة القبائل. الكرة مصرية ونزاف يتدخل يخرجها مباشرة للتماس. نزاف في وضعية مدافع أيمن اليوم. رحو سليمان واحد منهما سيكون في وسط الميدان في مكان بالقائد. نزاف يحمل رقم 8 وتماس لصالح نادي الإسماعيلية المصري. طويلة والتغطية من درويش ثم دوب ما توصلوش. تبقى الكرة دائما لصالح بن دحمان وشبيبة القبائل. نزاف ترجع لبن دحمان يلعبها مع دوب ومدان بعيد عليه وتروح مباشرة للتماس. منذ البداية فريق الإسماعيلي المصري يبدو عليه أنه يحب يدافع في منطقة فريق شبيبة القبائل بعدد كبير من اللاعبين حتى يخلي عناصر الشبيبة يمنحها من اللعب إن صح التعبير بواسطة رمضان أيمن يحمل رقم 2. نزاف لمدان توصلوا مدان أول محاولة تصويبها دوب داخل منطقة العمليات والدفاع المصري خرجها مرة أخرى للتماس. فالوسط بن دحمان او رحو سليمان يلعبها مع مدان ترجع لرحو. الكره دائما مصريه ونزاف مدان انطلق موسوني حكي وضعيه تسلل. فعلا وضعيه تسلل كانت واضحه بالنسبه لفوزي موسوني في الدقيقه الاولى الثانيه من انطلاقه هذه المباراه. الشبيبه تحب انها تكون المبادره من طرفها في بدايه المباراه. هاي وضعيه تسلل والاعاده كره حكيم مدان. فعلا وضعيه تسلل واضحه من فوزي موسوني. يرجع للخلف ناحية رفيقه عماد النحاس رقم 4 واحد من اللاعبين البارزين ايضا في دفاع النادي الاسماعيلي المصري، ولكن المراقبة المضروبة على كل لاعب مصري في الهجوم. سالم احمد حاولت الاحتلال المنطقة والاحتفاظ بالكرة. استرجع الكرة حكيم مدان. كل الكرات تمر عليه حكيم اللي يعتبر العمود الاساسي لفريق شبيبة القبائل. هو اللي يبني هو اللي يوقف اللعب هو اللي يزيد في السرعه وانطلق بالحملات من الوسط. هايله من عزيز ممتازه من عزيز بن حملات تمريره بالرجل اليسرى. لازم عناصر الشبيبه يضغطوا على حامل الكره ما يخليوش عناصر النادي الاسماعيلي يلعبوا من الخلف، لانه بناء الهجمات وبناء الكرات لاي نادي يبدا من الخلف. واذا اختت ثقه في نفسه عناصر دفاع فريق الاسماعيلي المصري راح يكون من الصعب على عناصر الشبيبه التفوق عليه. رحو سليمان من عند نزاف ارضيه لمدان يوقف كورتو معه دائما المراقبه اللصيقه. تصويبه مليحه من بن حملات ولكن بعيده كادت تباغت الحارس فرج ابراهيم. اول تصويبه من بعيد ثم درويش ترجع لنزاف مدافع ايمن ولكن يحسن اللعب بالكره جيدا. دوب يغطي كورتو يرجع لنزاف. عناصر الشبيبه في حاجه الى بناء لعبها والاعتماد على الكرات القصيره اللي توصل للرفقاء في ظروف حسنه. نزاف مره اخرى يتدخل. تبقى الكره دائما مصريه وترجع لنزاف ودريوش وزفور. كره طويله رحو سليمان ما يتمكنش منها تروح مباشره لسيكا وضيعه. موسوني حكم الدان انطلق من هناك بن دحمان فوزي موسوني جانبيه. احسن ما فعل فوزي موسوني. بن دحمان انطلق من هناك على الجهه اليسرى. المراوغه كانت رائعه جدا من فوزي موسوني هذا المهاجم الخطير اللي قادر لوحده انه يعمل ما يجب ان يفعله فريق شبيبه القبائل. نعرف بان موسوني يحسن جيدا اللعب بالرجل اليسرى. هنا برجله اليمنى شوف المراوغه بذكاء كبير جدا راوغ باليسرى وصوب باليمنى. كره فوزي موسوني مرت جانبيه على الجهه اليمنى من مرمى الحارس فرج ابراهيم. تسرع شويه راح وانطلقه مصريه من هناك على الجهه اليمنى بواسطه رقم 12 محمد بركات. هذا كذلك لاعب فنان محمد بركات ممتاز جدا. رجله اليمنى يرجع للخلف. تبقى الكره دائما اسماعيليه. عذاري من محمد بركات انطلق على الجهه اليمنى. شوف الارتباك على اللاعبين تاع شبيبه القبائل وتخوفهم. تبقى الخطوره دائما وتصويبه وخروج دريوش وحكيم مدان يتفوق. هايل يا حكيم انطلق. موسوني في حاجه للمساعده انطلق مع بن دحمان من هناك. هايل يا مدان يزيد في السرعه مدان يزيد مدان مع موسوني وكذلك دوب على الجهه اليمنى. بن دحمان انطلق على الجهه اليمنى. دوب امام زوج لاعبين يراوغ برجله اليسرى يغير تماما لحكيم مدان يخليها من هناك لمن لعزيز بلا ممتازه الكره مقوصه كما ينبغي من شكون من رحو سليمان.
هايله توزيعه والتصويبه نحو المرمى، راح نشوفها بالتصوير البطيء كيف كانت محاوله رحو سليمان هايله، ولكن الهايل هو حكيم الدان بانطلاقته كان عنده الاختيار. شوف التوزيعه القائمه الثاني كادت جمهور ملعب 5 جويلة وكأنه تعب لأنه دخل مبكرا إلى مدرجات ملعب 5 جويلة وكرة صعبة وهيلا الحكم يقول ركنية. أول ركنية في المباراة لصالح نادي الإسماعيلي المصري، الركنية الأولى بعد 18 دقيقة، دليل على صعوبة هذه المباراة بالنسبة لكلا الفريقين. زفور والدريوش وبن حملات مهمتهم صعبة أيضا في الكرات العالية أمام عناصر نادي الإسماعيلي المصري. 5 لاعبين صعدوا للهجوم من أجل هذه الركنية الأولى مرفوعة كما ينبغي في منطقة 6 أمتار وصعود مساء في المكان المناسب. لازم يخرجوا بسرعة عناصر دفاع فريق شبيبة القبائل، إلا حكيم الدان وفوزي موسني هم اللي قادرين على قلب موازين هذه المباراة وإعادة الثقة للرفقاء بالاحتفاظ أطول مدة ممكنة بالكرة. وانطلق فوزي موسني هايلة، زيد يا موسني، زيد موسني، تصويبة ركنية. الركنية الأولى لفريق شبيبة القبائل في وقت كنت نقول بأن فوزي موسني وحكيم الدان والجمهور هما العوامل الأساسية في فريق شبيبة القبائل. الجمهور اللي الآن شعر بأنه عناصر فريقه هي بحاجة إليه. هاو الرد نتاع جمهور ملعب 5 جويلية، الجمهور الجزائري اللي جاء اليوم لمساندة شبيبة القبائل. وأول ركنية لحكيم الدان في الدقيقة 19 من الشوط الأول، التعادل دائما 0-0. حكيم الدان والركنية وصعود دريوش وزفور وكذلك عزيز بن حملات. فوزي موسوني موجود في القائمة الثاني أمام أنظار حكم المباراة. هايلة يا حكيم يا مدان، والحارس فرج إبراهيم يلتقط هذه الكرة والحكم مقاسي صفر خطأ لصالحه. سالم أحمد يصعد يوصلها في عمر ممتازة، ومن هناك نزاف يسترجع الكرة من دون ما يرتكب خطأ مباشرة توصل لمدان. هايل يا مدان، توصل لدوب الطرف اليمنى يلحق عليها دوب سرعته. هايل التوزيعة بن دحمان وشوية، ما كانش يظن بأنه وحده بن دحمان في الكرة هذه، والتوزيعة كانت هايلة من دوب. عودة رحو سليمان لتغطية دريوش رقم 5. بن دحمان هايلة التوزيعة، ما كان حتى واحد. كرة بن حملات بالراس مرة جانبية تروح 6 أمتار لصالح الحارس فرج إبراهيم. الحكم المالي هذا يعتبر واحد من ابرز الحكام الافارقه. نزاف يلعبها مع دوب، هيدا راح نزاف دخل قطع عمليات نزاف. إيليا اخطر فرصه في المباراه تضيع. يا سلام، لقطه ممتازه جدا، وبن دحمان دائما في المكان المناسب. شوف الكيفيه اللي دخل بها نزاف، زاد دخل منطقه العمليات حطها على طبق لبن دحمان. ولكن يبقى وانه بن دحمان دائما الرجل اللي يكون في المكان المناسب. 3 فرص لحد الان كانت لبن دحمان لانه يشم الكرات، دائما يوضع نفسه في وضعيه السانحه. لو سجلتها يا بن دحمان الكره هذه مهمه جدا بالنسبه لفريقك وفريقنا شبيبه القبائل. على طبق حطها لك نزاف. جون اوتاكا صعب جدا، جون اوتاكا ويتفوق عليه دريوش. توصل لنزاف، مدان يطلبها في الوسط. الكرات العاليه هذه صعبه، راح موسوني على الجهه اليمنى مع حكيم الدان بالعقب. حكيم وتماس لصالحه الحكم المساعد يقول. تلعب بسرعه لرحو سليمان، يرجعها لنزاف. نزاف دوب موجود في مدان وحده برجله اليمنى. مدان يرفعها، مدان لحد الدفاع يخرجها صعبه. ركنيه في التنفيذ فوزي موسوني ناحيه القائم الاول. دوب صعبه كثير، صعبه جدا، والحكم يصفر خطا لصالح الحارس المصري فرج ابراهيم. شوف الاعاده والركنيه الرائعه اللي نفذها حكيم الدان ناحيه القائم الايمن. دوب ربما هو كذلك ما كانش ينتظرها. فوزي موسوني ارضي القائم الاول. اي دوب فاتو. احذاري من الكرات المقوصه الداخله من سالم احمد ناحيه جون اوتاكا ودريوش يتفوق. ترجع لرحو سليمان. ارتباك كبير على دفاع الشبيبه ورحو يتدخل بكل قوه. تنطلق مباشره لفوزي موسوني، في حاجه الى مساعده فوزي. مباشره التماس لدوب. يلا يا دوب فوزي انطلق يوصلها لفوزي، ولكن في حاجه الى مساعده. موسوني امام 2 لاعبين يستفيد من خطا. لا، الحكم ما يقول ولا شيء. دوب يزيد الضغط، ولكن لوحده ما المهمه صعبه. نزاف معك رحو يا نزاف.
خليها تخرج للتماس، خرجت، لا الحكم ما يقول ولا شيء. زافور راح سليمان، نازاف ارضيه، الوقت الرسمي انتهى، توصل لدوب. دوب الدفاع رمضان ايمن صعبه، وسيكا تروح مباشره لكمال الدين ايمن، طويله الكره، دريوش او زافور، نازاف في الوسط، عكريش، كره مصريه، الوقت الرسمي انتهى. نلعب الدقيقة 46 وسهلة لليمين بوغرارة اللي راهو في راحة تامة في ال 46 دقيقة الأولى من عمر هذا الشوط الأول. 20 ثانية من انطلاقة الشوط الثاني من المباراة النهائية، شبيبة القبائل النادي الإسماعيلي المصري من دون تغيير في تشكيلتي الفريقين. اللحظات أو الشيء المهم ربما يبدأ الآن في ال 45 دقيقة الأخيرة هذه، ال 45 دقيقة للاعبين فوق أرضية الميدان. حكيم مدان مازال موجود رفقة رفقائه فوق أرضية الميدان. مجيد نظن معك محي الدين خالف قبل هذه البداية. فعلا حفيظ تستمع لنصائح محي الدين. ضيعنا فرص عديدة في الشوط الأول، النصائح اللي وجهتها بعد هذه اللحظات خالف يعيش على أعصابه. مر مجيد وبعدين راح يكون لنا حديث مع محي الدين خالف حول تصوره لبداية هذا الشوط الثاني والمباراة الصعبة جدا والمخالفة في التنفيذ. سيكا رقم 16 هذا اللاعب الخطير جدا. بعد المخالفة انتهى سيكا يخليها لرفيقه عسالم أحمد رقم 5 وأبو غرارة في المكان المناسب. نعم مجيد. مرت بسلام محي الدين، كيفاش تشوف الشوط الثاني هذا؟ والله الشوط الثاني نظن الفريق مازال ما دخلش في هذا الشوط، نتمنى ان شاء الله يدخل بنفس العزيمه اللي يدخل في الشوط الاول، ونتمنى ان شاء الله يتحكموا احسن وتكون اكثر فعاليه، ما تكونش النرفازه، لان النرفازات في الخصم. وان شاء الله الفرص اللي ضيعتها الشبيبه في الشوط الاول ما تاثرش عليها ان شاء الله. إذن بالتوفيق. الواضح على محي الدين خالف هو دليل على صعوبة المهمة وصعوبة المباراة وصعوبة التتويج بهذه الكاس رغم نتيجة لقاء الذهاب هدف مقابل هدف في الإسماعيلي المصري. ريوش وكذلك زافور. دوب جاز منه بن دحمان بعيد عليه، ترجع لبن دحمان. الجمهور الآن في محاولة لمساندة فريقه. فوزي موسوني يبقى محتفظ بالكرة، من هناك نازاف توصل لرحو ما وصلهاش لنازاف وانما لاوتاكا. يعود نازاف، هايل ما فيش خطأ، يسترجعها نازاف يوصلها مباشرة لبن دحمان. من هناك على الجهة اليمنى انطلق فوزي موسوني، بن دحمان يوصلها له. فوزي موسوني معاه يونس محمد رقم 15 يدور فوزي هايل فوزي موسوني انتقل خطأ من هايل يا بن دحمان، رغم ما تفعل تبقى رائع وهايل دائما في المكان المناسب انت وفي موسوني. كنا نقول بان الكره تاع الهدف تاع شبيبه القبائل تجي على اثر لقطه فرديه، يا اما مدان او موسوني او دوب بمساعده بن دحمان، دائما في المكان والوقت المناسبين لاستقبال الكرات الصعبه لرفقائه على الجهتين اليمنى واليسرى. هايل يا بن دحمان، كنت تسجل هدف رائع جدا. وبن حملات يخلي الكرة تروح مباشرة للتماس. كل ما يقوم الجمهور تاع ملعب 5 جويلية لمساعدة فريقه، كل ما تكون فيه لقطة الآن الدور الكبير منتظر من جمهور ملعب 5 جويلية لمساعدة فريقه في هذه اللحظات الصعبة والحرجة، وكأنهم يقولون يلا الهدف ربما يجي في هذه اللحظات. ما عندوش حل آخر بن دحمان. شوف الإعادة بالتصوير البطيء بالعقب حب يسجلها على مجال كما نعرف. كرة مرفوعة ناحية اوتاكا، معاه دايما دريوش، ترجع لاوتاكا ومعاه دايما دريوش كذلك. نازاف من هناك على الجهه اليمنى ما يتمكنش منها، تبقى دايما الكره مصريه بواسطه كمال الدين ايمن، وصلها لاوتاكا والتغطيه من عكريش يخرجها للتماس. استرجعها ابو جريشه محمد صلاح، وانطلاقه من هناك بواسطه محمد بركات اللاعب الخطير هذا يا رحو. محمد بركات يوصل كورته لابو جريشه وعزيز بن حملات جنبك بن دحمان، يفضل حكيم مدان مدان. نظن عندنا مده ما شفناهش بهذه الكيفيه في الدفاع، نظن دور كبير ويعطي المثل لرفقائه رغم سنه. عزيز بن حملات، الاعتماد على الكرات الارضيه ضروري جدا. اللاعبين تاع شبيبه القبائل ما زالوا مرتبكين ويرميوا الكرات العاليه والطويله ناحيه فوزي موسوني وكذلك دوب منير. اليوم مدان راح يخلي رفقائه بعد 55 دقيقة لعب يخرج تحت تصفيقات الجميع بعد المجهودات الكبيرة اللي بذلها، ويدخل رضا عباسي
في محاولة لإعطاء الشيء اللي ينقص عناصر شبيبة القبائل. تحية حارة لمدان من جمهور ملعب 5 جويلية الأولمبي. ربما إذا توجت الشبيبة راح يكون آخر لقاء بالنسبة لحكم مدان مع شبيبة القبائل في هذا المستوى، وراح يكون كمساعد مدرب بعد ذلك. دوره الآن في كرسي الاحتياط حكيم مدان بتوجيهاته هو أيضا رفقة خالف محي الدين وسنجاق. دوب ينطلق على الجهة اليمنى، يواصل دوب، يزيد دوب، يدخل دوب، البحث عن رجله اليمنى يوجدها الآن. من هناك نزاف على الجهة اليمنى يوصلها له. عباسي موجود في القائمة الثانية. نزاف هل شفتوا؟ لا. فوزي موسوني يلحق على الكرة هذه ويستفيد من تماس فعلا في وقت وين يبقى دوب ساقط على أرضية الميدان. رقم 9 تماس لصالح النادي الإسماعيلي المصري. من هناك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس بوغرارة حارس شبيبة القبائل اللي ما وصلته ولا كرة لحد الآن منذ انطلاقة المباراة منذ 57 دقيقة. أداري يرحو تغطية جيدة للكرة. توزيعة صعبة وخطيرة يا بن دحمان. أين أنت؟ صعبة لقطة خطيرة جدا. أول كرة نقدر نقول خطيرة جدا من طرف هذا اللاعب المتألق محمد بركات، العنصر البارز في صفوف نادي الإسماعيلي بكل برودة الدم. نقدر نقول عليها هذه أول فرصة للنادي الإسماعيلي المصري منذ انطلاقة المباراة. هل هذه الكرة راح تخلي عناصر الشبيبة يشعروا بالخطر ويشعروا بأنهم ممكن في أي لحظة من أي لحظات المباراة يتلقوا هدف، وبالتالي يكون رد فعلهم بعد هذه اللقطة؟ هذا ما راح نشوفه. اليمين بوغرارة في إعادة الكرة إلى خط الوسط ناحية نزاف، وراح سليمان توصل لعباسي. محمد رضا انطلق على الجهة اليمنى. يلا يا عباسي. عباسي ودوب وفوزي موسولي. يفضل يبقى محتاج. هايله يلعبها ناحية دوب على الجهة اليمنى. دوب يدخل يوصل دوب يزيد دوب. الصعب والسهل ما قدرلوش دوب. معليش. يلا يا بن دحمان ويستفيد من تماس. صعب الشيء الصعب عمله دوب بدخوله على الجهة اليسرى، والشيء السهل بالنسبة لنا طبعا كمتفرجين نقدر نقول قالوا الشيء السهل ما قدرش يوصله، ولو انه ما كانش عنده مهاجمين كثيرين ما عدا موسوني اللي كان وراء المدافعين ما عندوش حلول اخرى. هايله يا كنت تشوفها داخله من حملات. هايله وممتازه من عزيز بن حملات الحارس مسها باصابع يديه. فرج ابراهيم وخرج على الركنيه. غريبه الكرات هذه اللي ما تدخلش سواء اللي حدث في الشوط الاول او في هذا الشوط الثاني. جمهور الشبيبه كل ما تكون فيه لقطه يتفضل. باصابع يديه الحارس فرج ابراهيم خرج الكره هذه وركنيه من فوزي موسوني. هايله القائم الاول والدفاع بصعوبه يخرجها تروح لمحمد بركات على الجهه اليمنى. يخرج الكره بكل قوه. بن دحمان يرجعها. يلا يا نزاف ما يتمكنش منها لا سيكا ولا نزاف. ثم فوزي موسوني. فوزي موسوني يبقى يواصل ويصور بعيدة. معليش يا فوزي معليش بعيدة من فوزي موسوني. كرة صعبة جدا من عزيز بن حملات لو زارت شباك الحارس فرج ابراهيم للمباراة اختت منعرج اخر. النوادي المغاربية تعودت على التتويج بهذه الكأس التي انشئت في سنة 1996. النوادي المغاربية فازت بها 5 مرات بفضل النجم الساحلي الكوكب. هاي اللقطة الأخيرة هذه تاع بن دحمان اللي ينقل خارج أرضية الميدان. كرة عند سيكا فات وخرج حسن الحظ. قلت بفضل النجم الساحلي الكوكب المراكشي الترجي التونسي والنادي الصفاقسي هي النوادي التونسية والمغربية التي فازت بهذا التاج في انتظار تتويج جزائري لما لا اليوم بفضل فريق شبيبة القبائل الذي يصل لأول مرة إلى هذا النوع من النهائيات ويصل للمرة الرابعة في تاريخه وفي تاريخ مشاركاته منذ 22 سنة. منذ سنة 1978 الشبيبة تشارك في الكؤوس الإفريقية فازت بها 4 مرات. نلعب الدقيقة 27 الآن وبن دحمان مع بن حملات. طويلة أرضية ما توصلش لعباسي. توصل لمن دايما لسيكا وبن دحمان يسترجعها مع عباسي. بسرعة يا عباسي. يلا يا بن دحمان طلق على الجهة اليسرى. راح موسوني موجود أي تسلل. راح موسوني زاد موسوني يدخل موسوني ما يسجل فوزي موسوني. ما يسجل فوزي موسوني ولكن ما فعله موسى موسوني لا يمكن لأي لاعب آخر أنه يفعله أمام 80,000 متفرج. لحظة صعبة يراوغ باليسرى ويصوب باليمنى ما عندوش شيء آخر. أحسن ما فعل فوزي موسوني ولكن الحظ ما كانش معه. يا فوزي يا موسوني اللقطة هذه كم هي رائعة. هذه كان لازم تعملها باليسرى والثانية كان لازم تعملها باليمنى. عملتها ولكن الكرة ما دخلتش. يا لسوء الحظ لفوزي موسوني. حذاري من جمهور بكر. حذاري يا عكريش. حذاري يا صفور.
حداري وعكريش يخرجها برجل اليمنى. يلا يا عزيز مباشرة لفوزي انطلق. من جبت هذه اللياقة البدنية يا فوزي موسوني وركنية. هاي فوزي موسوني ضغط كبير وكبير وكبير جدا. ليس من السهل على اي لاعب انه يكون اليوم فوق ارضية الميدان في مثل هذه الظروف الصعبة جدا. الجمهور يعرف اللحظات اللي لازم فيها يدفع فريقه نحو مرمى الحارس المصري فرج ابراهيم. هيلة وسهلة بالنسبة لي الحارس فرج ابراهيم. خايفين اللاعبين تاع الشبيبة، خايفين يغامروا ما يساعدوش حتى في الركنيات. ايمن الجمل في تنفيذ الركنيه. 5 مهاجمين. يا الخطا غير مسموح، خطا غير مسموح يا دوب. الكره هذه صعبه جدا من طرف اللاعب عماد النحاس رقم 4. نصيف يلحق بروعه. هايل يا فوزي يا موسوني. عباسي امامك يلعبها معه ترجع له. معزول يلعبها مع عباسي ترجع لموسوني. موسوني مع بن دحمان. بن دحمان مع من هناك مع دوب. يلا يا دوب مع نزاف. لقطه شحال رايعه. نزاف راح وراك دوب. ودوب توصلوا مع النزاف. يدخل على اليمنى توزيع عرضيه من بن دحمان. لا عباسي نضل. لقطة أخرى رباعية أو خماسية رائعة جدا. تقديم الرجل يا ماقاسي. حكم خلى مبدأ الأفضلية. هايل يا رحو يا سليمان. يواصل رحو سليمان. نزاف ما توصلوش. حداري من هجمة معاكس انطلق وطاقة من وكالة اليمنى ومعه زفور دايما. يا عزيز كانت تفوت بالكرة هذه بن حملات أو بن دحمان وإلى ناحية فوزي موسوني. عناصر الإسماعيلي كلهم في الهجوم الآن. نزاف رائع أنت كذلك. نزاف ناحية رضا عباسي ترجع له من عند رضا. راح من الجهة اليسرى. دوب موسوني يطلبها يا دوب. طلبها موسوني وصلها له. خلى منطقة العمليات موسوني. الحكم يقول ركنية. الحكم يقول ركنية. كاين فيه دفع ولكن بالكتف ما كان ولا شيء. الحكم ينذر فوزي موسوني على احتجاجه. شوف كان فيه بالكتف ما كانش خطأ هنا. ما كانش ضربة جزاء فعلا. دفع بالكتف من طرف اللاعب يونس محمد والحكم يصفر الركنية. الكرة تروح مباشرة لزفور. حداري يا رحو يا سليمان ويا نزاف. تماس للشبيبة. والشيء المنتظر من جمهور فريق شبيبة القبائل لمساندة فريقه في هذه اللحظات الصعبة قبل 9 دقائق من نهاية هذه المباراة. كيف سيكتمل هذا العرس يا ترى؟ والكرة تروح لفوزي موسوني. فوزي موسوني ويستفيد من تماس آخر بوضعية تسلل. الحكم خلى مبدأ الأفضلية توصل لرضا عباسي. وراءك يا عباسي. دوب خذها وروح يا دوب ويستفيد من تماس بعد تدخل مامادو. هذا من خلف الجحيم. الدقائق هذه 6 دقائق راح تكون 6 ساعات على عناصر شبيبة القبائل فوق أرضية الميدان وعلى الجمهور الحاضر في مدرجات ملعب 5 جويليا. يلا يا عزيز. عزيز بن حملات مرفوعة طويلة. القائمة الثاني وخروج الحارس فرج إبراهيم. التقط الكرة هذه ويلعبها بسرعة بسرعة. أين أنت يا رحو؟ تروح مباشرة من هناك لرمضان أيمن على الجهة اليسرى تحت اتصال الكرة لمامادو والجون جون اوتاكا. الكرة في اخذ ولد ودريوش. هايل يا بن حملات. سيكا توب ودريوش. كل شيء يجوز بالنسبة للاعبين الشبيبة والسيكا. هايل سيكا هذا. من حسن الحظ. من حسن الحظ. هنا نقدر نقول بان شبيبة القبائل سجلت هدف. لانه لو تلقات الهدف هذا راح يكون الضربة القاضية قبل 5 دقائق لعب. هاي الصورة نتاع ما يحدث للشبيبة كنا نشوف في ناصر سنجاب. الحظ هنا كان مع شبيبة القبائل. فريق الاسماعيلي اللي ما خلق ولا فرصة في المباراة يخلق احسن فرصة للتسجيل. اصطدمت بالقائم الايمن ورجعت. الشبيبة سجلت هدف. نقدر نقول بان الشبيبة سجلت هدفين الان. لانه لو تلقات الهدف هذا الكاس تخسرها كان لازم عليها تسجل هدفين.
الدقائق الأخيرة هذه كم ستكون صعبة وصعبة على الجميع. هاي الإعادة من سيكا القائم الثاني، هاي الأنفاس تاع جمهور ملعب 5 جوية واللاعبين تاع الشبيعة كلها انقطعت الآن. حطها في القائم الأيمن. هنا عكريش، شوف من رجع عكريش ياي أمام أبو جريشة. عكريش ينقذ الموقف والشبيبة لا تزال متفوقة. يسترجعها نزاف، يلا يا نزاف، يلا زيد يا نزاف على الجهة اليسرى. موجود دوب نزاف دائما يزيد في السرعة. نزاف يبقى محتفظ بالكرة. نزاف هايل يا نزاف ويستفيد من خطأ. كم ستكون صعبة وشاقة وطويلة. كم أنت رائع يا نزاف. موش من السهل على اي لاعب انه يحتفظ بالكره في هذه الظروف الصعبه ويتمكن من الحصول على مخالفه صعبه جدا لعزيز بن حماد. الفوز من اجل هذا المرحوم حسين قاسمي رحمه الله. عناصر شبيبه كلها وعدت بالتتويج لروح حسين قاسمي. هايله الكره. سليمان حذاري من تضييع الكره هذه. يدري وش اين انت. مرفوعه الكره جون اوتاكا. نزاف عكريش يرجعها بصعوبه. يا سيد مقاصي. نلعب الدقيقة 46. حافظ عليها يا موسوني. هايل راح يا موسوني. بنت حماد يزيد يا موسوني. يدخل موسوني. راح موسوني. باليمنى موسوني وجانبية. موسوني كورته برجله اليمنى. هايل جدا يا فوزي يا موسوني. الآن 47 دقيقة بقات عليها 50 ثانية فقط. الحكم مقاصي بقات 40 ثانية وراح يصفر نهاية هذا العرس. كرة مرفوعة تلعب مسارة لدوب. يلا يا دوب زيد بسرعة. يواصل دوب على الجهة اليسرى ويستفيد من خطأ آخر لصالح فريق شبيبة القبائل. مرة أخرى الشبيبة واللحظات التاريخية. والشبيبة على موعد مع التاريخ وكرة القدم الجزائرية على موعد مع التاريخ في هذه اليوم الليلة المباركة. 80,000 متفرج والملايين من الجزائريين كلهم ينتظرون صفارة حكم المباراة المالي مقاصي. شحال هايلة هذه الصور. شحال رائعة هذه الصور. شحال رائعة اللاعبين تاع شبيبة القبائل عندما ما يخيطوش ظن كل هذه الجماهير التواقع. إلا كرة القدم هي اللي باستطاعتها تجمع كل هؤلاء. هايل يا عزيز بن حماد تصريفتك. خلاص المباراة يا أيها الحكم. خلاص المباراة. نلعب 47 دقيقة وثانيتين وعزيز بن حماد والحكم راح يصفر. يلا يا بن دحمان. راح يصفر الحكم الآن في هذه اللحظات التاريخية قبل تتويج فريق شبيبة القبائل بعد نتيجة لقاء الذهاب هدف مقابل هدف. الصور التي نشاهد تبقى في التاريخ ولن يسبق لها مزيد. الصور التي نشاهد الآن يا سيدي الحكم مقاصي. المباراة انتهت. ندخل الآن 47 دقيقة و30 ثانية قبل نهاية هذا العرس الكروي. العرس في المدرجات. العرس في كل الجزائر بمناسبة هذا التتويج. هل ممكن نقول تتويج؟ لا ما زال. ما دام ان الحكم مقاصي ما خلص نهاية المباراة لا يمكن ان نقول اي شيء يا مجيد. مرفوع الكرة ناحية دوب. من هناك يخرج فوزي موسوني. فوزي موسوني دائما عند الكرة والحكم يقول ركنية. الحكم يقول ركنية لشبيبة القبائل. والله ما نسمعك يا مجيد. لا الحكم المساعد قال 6 أمتار. دار في حاله الحكم الرئيسي. يلا يا مقاصي. الوقت الآن لعبنا 9. شبيبة القبائل تفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يا سلام الصور اللي نشاهدها في المدرجات. شحال هايلة. شحال رائعة واللسان يا عزيزي. الصور اللي نشاهدها في المدرجات غنية عن كل تعليق. هذه هي الجزائر التي تفوز وهذه هي الفرحة نتاع الجيل من الشبان الجزائريين اللي ربما كاين منهم ما سبق لهمش وان شهدوا تتويج شبيبة القبائل والجزائر بالفوز في افريقيا السابقة. التتويج تاع اليوم فعلا يبقى في التاريخ. هذه الصور التي نشاهد في هذه الليلة الرمضانية فعلا تبقى في التاريخ. يحق لكل هؤلاء الشبان ان يفرحوا باي طريقة شاءوا. الصور التي نشاهد هي غنية عن كل تعليق. اكتسب فيها الحظ لفريق شبيبة القبائل بعد النجم الساحلي التونسي، بعد الكوكب المراكشي، بعد الترجي التونسي، بعد النادي الصفاقسي. اللقطة الأخيرة لفوزي موسوني الرائعة جدا. ما ننساش نحيي عكريش على تمكنه من صد الهدف اللي كاد يسجله النادي الإسماعيلي. يا سلام على الكرة هذه شحال كانت رائعة. الخماسية اللقطة الخماسية هنا وين حسينا بأن شبيبة القبائل موجودة فوق أرضية الميدان وبسيكولوجيا متحررة. ما هو سهل على اي لاعب او اي نادي بسيكولوجيا يتحرر ويتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة امام فريق اليوم اظهر بانه فعلا فريق قوي وقوي جدا. يا دوب تحية حارة يا موسوني كذلك يا بن دحمان انت كذلك يا عباسي يا متان ما نساوش تحية ايضا ل
نقيضي شبيبة القبائل والكرة الجزائرية حسين قاسمي، وكذلك الرئيس السابق للشبيبة بن قاسي اللي سبق له أن توج بكأس إفريقيا للأندية البطلة في سنة 1981. تحية حارة لكل عناصر شبيبة القبائل ولكل هؤلاء الذين حضروا إلى ملعب 5 جويلية والذين لم يسعفهم الحظ للدخول إلى مدرجات ملعب 5. وهذه الصور الرائعة جدا في هذه السهرة الرمضانية. هذه هي الجزائر على كل حال، من قلب الجزائر العاصمة نعيش هذا الحدث الكروي الذي لم يسبق للجزائر وأن عاشته منذ 5 سنوات، منذ آخر تتويج للكرة الجزائرية بفضل شبيبة القبائل، الشبيبة اللي دائما وراء إنجازات وأعلاس الكرة الجزائرية، الشبيبة اللي تتوج اليوم للمرة الرابعة في تاريخها بكأس إفريقيا وتعتبر فعلا سيدة